افتح اللي هو افتح اول واحد ولا شغل قد ايه بقى يا محمد؟ يوم ونص. ده شغل يوم ونص. شباب اللي عايز يبص على البروجكت اهو محمد يجي معايا. ده شغل يوم ونص. طبعا الكلام ده محمد بقى لك قد ايه معانا؟ سنه ونص. يعني مش اول ما نخلص هتطلع الكلام ده، واخد وقت. تمام؟ ده شغل يوم ونص. الستايل بتاعك كونتمبرري معاصر. تمام؟ طيب اتفرجنا بقى على الصور كده. تمام؟ خش كمل. عايزك تفرجنا كده على البروجكت، وعايز اشوف ان في واحد تاني وريتي الرسومات التنفيذيه بتاعته، فخلينا نتفرج كده. ده شغل يوم ونص بعد شغل بعد ما قعد يترين سنه ونص. يعني مش اول ما نخلص، الكلام ده بيحتاج شغل. محمد نزل معايا شغل اصلا كتير، يعني هو عامل معايا مشاريع. ما نزل مواقع حقيقيه، عامل معانا شغل كتير. وعاملين المصنع سوا. ده المشروع التاني اهو، كواليتي اعلى طبعا. خلاص؟ انا مدير كده. اللي بعده انا عايزكم تركزوا على فكره الاضاءه، هي اللي مطلعه الكواليتي والمنظر ده خد وقت قد ايه برضه؟ ده مثلا يومين. ده خد يومين يعني. ده 3 دي ماكس ده. ده 3 دي ماكس اهو. تمام. قلب بقى كده يا محمد. واحنا اللي بنختار الحاجات اللي جوه ده طبقا للستايل. طبعا طبقا للستايل اللي هو شغال عليه. تمام. انت قلت لي بقى ايه على دي عشان تبين بس قدره المستخدم. دي تعتبر كده استعراض قدرات، اللي هو بيتحكم في البرنامج. بيقول لي انا اقدر بالبرنامج اوريك كواليتي عامل ازاي. لكن مش شكلها واخدين بالكم؟ البرنامج اللي بيتحكم فيه. عامل فوكس على حاجه معينه. بيقدر يعمل فوكس ويوريك ان انا اقدر اطلع كواليتي معين. ما شاء الله. ده مش شغل خالد حلمي، ده شغل محمد. هو اللي تعب وهو اللي اشتغل على نفسه. هو بقول قدام الناس كلها عشان الفيديو ده هينزل. هو اشتغل على نفسه. انا نفس الشخص اللي بيشرح لكل الناس، بس في حد بيجي يوريني ويعمل كده، وفي حد قاعد نايم في بيته. دي قصته هو. خلاص عشان بس نبقى عارفين. وريني المشروع الثاني بقى بتاع الرسومات التنفيذيه. شوب دروينج. الوركينج والرسومات التنفيذيه دي المرحله اللي بعد الاوتوكاد ان شاء الله. اطلع عليه بقى من الاول خالص كده. الفيجن. دي الواجهات اللي من جوه. خلاص الواجهات اللي من جوه مع القطاع بتاعه الرئيسي الاساسي. ده البلان الماستر. عايز زوم اوت كده شويه محمد. خلاص ده البلان الماستر بتاعنا اهو. اي فتفوته هتلاقي عليها مقاس. محمد بقى في التنفيذ بسم الله ما شاء الله عليه. ما شاء الله. حاجه انا بعتمد عليه في شغلي. ما شاء الله. خلاص في شغل بفلوس وبياخد فلوس. هو النهارده هيقبض اصلا. ده الشغل بتاعه اهو. ما شاء الله ربنا يوفقك. ما شاء الله. ما شاء الله. تمام. انزل تحت شويتين. في عندنا تفاصيل كمان للحاجات اللي كانت موجوده. تفاصيل بمقاساتها. زوم بقى على التفصيله. تفاصيل. الكلام ده انت هتاخدوه ان شاء الله المستوى اللي جاي. بيهمني ان اللي احنا بنعمله ينفع يتعمل كشغل، مش صور وافكار وخلاص. لا، لازم يبقى في مقاسات، في كذا تنفيذ على ارض الواقع. والخامات موجوده، الماتيريالز موجوده، الكومبوننتس او المكونات او العناصر التصميميه موجوده. تمام. مش بحط صور وخلاص، عشان اغلب اللي بيعمل اي حاجه واي شكل وخلاص. لا، هنا مش صور خلاص. حاجه يسهل تنفيذها. هنا حاجه ينفع تتنفذ وموجوده على ارض الواقع. خلاص تمام. دي تفصيلات. انا عايز معلش التفصيلات دي يا ياسمين. بص تفصيله التثبيت اهي، والتفصيل دي هنشرحها ان شاء الله في تنفيذي. بص تفصيل التثبيت ازاي. في ناس بقى تقول لك دي بلوك. انا ماليش دعوه هي بلوك ولا انت اللي عاملها. هو يقدر يعملها. يقدر يعملها. ما اللي عامل كل ده يقدر يعمل دي. انا اللي يهمني ان انت حطيت الفكره اللي ينفع تتنفذ. خلاص انت عملتها ازاي دي مش قصتي. تعملها بايدك، تعملها ورقه وقلم، تعملها اوتوكاد، تعملها بلوك. المهم عندي انها كرسمه موجوده. تعملها ازاي؟ شوف الاسهل. مش شطاره على فكره ان انت تعمل حاجه تقعد تعقد نفسك فيها. يعني شطاره انك اوصل للنتيجه باسهل طريقه ممكنه. دي الشطاره وده اللي انا بعتمد عليه في الشغل. خلاص؟ ده زي طريقه تثبيت الميكانيكا بتاعت الرخام. بالظبط، برافو عليك. الطريقه الميكانيكيه لتثبيت الرخام. خلاص؟ نفس الفكره. البيانات طبعا موجوده في الجداول عندنا. واخدين بالكم؟ ماشي. البيانات كلها موجوده. الماتيريال سيلكشن. طبعا عندي انا حاطط خامه كذا، حاطط خامه كذا، الكلام كله موجود. تمام. التوزيع بتاعنا في الكهرباء
مش حاطط لمبه وخلاص، لا حاطط حسبته وحاطط الوات بتاعه قد ايه، مش كده ولا انا؟ اهو اوكي. حسبته ودنيته الوات قد ايه والسلك يستحمل ولا لا. المقايسه بتاعتها خلاص الكلام ده كله المقايسه موجود. كويس موجوده طبعا. انزل تحت بقى. الارضيات لما الشكل مش باين اداني هنا توضيح، رسم توضيح. ما ماشي. سابليش الرسمه كده واللي فهم واللي ما فهمش خلاص. رسم توضيحي. ممكن زوم ان بس على دي تمام. بالظبط. على الصوره. بركي هو يعني هو ده اتش دي اف مع قطع رخام. ممكن تعملها باي طريقه، أيوة. بس انا بقولك في بفضل كذا خام. بفضل مش في شرط كذا خام. بفضل طبعا الترابيع الرخام لو هي معموله جاهزه على كده، لان بيبقى في اصلا قطع سداسي كده بتتباع هي جاهزه. انا فاهم ده، انا آه. فاهم ده. خلاص. وطبعا احنا بنبني الباركيه عليها مش العكس. مم. الباركيه اسهل في تقطيعه عليها، ففي الحالات اللي زي كده بنبني الباركيه عليها، لان في عندك بيبقى في حاجات بارزه على الارض، في حاجات بتبقى غائره، في حاجات يعني في عندك طبعا فلاش. عارف الفلاش برافو عليك. خلاص دي قطاعات ايه بحيث انت بتاخد الرسمه تقدر تنفذ. هي كده اصلا في البحث. خلاص هي كده. اوكي ما شاء الله. مش خلاص هو عامل شوب درون كامل باليفيشنز كل حاجه كامل. ما شاء الله. تسلم ايدك. فايل تنفيذ. تسلم ايدك ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ما شاء الله.